السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم إبداعات آدم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا في الصور غادي نوجد واحد الكيك رائع كيجي طالع منفوخ وهشيش ورطب، بالاضافه ديال واحد المكون اللي كيساعد يعني باش الوصفه ديالكم تنجح. وايضا كنتمنى تشوفوا معايا هذا الفيديو هذا من الاول حتى للاخير لانه فيه بزاف ديال النصائح خصوصا الاخوات اللي ما كينجحش لهم الكيك. ان شاء الله الا اعتمدتوا هذه الوصفه هذه انا اكيده انها غتنجح لكم ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تخليو لي لايك وتعطيوني اراء ديالكم في التعليق، والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. بالنسبه للمقادير هنا في واحد الاناء غادي نوضع 4 ديال البيضات. بالنسبه دائما البيض باش ينجح لكم الكيك من احسن يكون درجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش مخرج هكا زعما خرجتوه ديريكت من الثلاجه وخدمتوه به، يعني كتكونوا خرجتوه قبل وخليتوه حتى كياخذ يعني الحراره ديال الغرفه ديالكم. وهنا غادي نضيف ايضا واحد شويه ديال الملحه. وبالنسبه للسكر عندي كاس الا ربع من السكر، بالنسبه دائما لابار ديال كاس ديال العلبه. وغنضيف واحد سكر بنكهه الفانيلا او لا، يمكن لكم هنا ديروا يعني الفانيلا السائله كاين حتى مشكل. صافي بالنسبه لهاد المكونات هادو اول مرحله غنديروها هي اننا غادي نطربوها، يعني ضروري السكر ديالكم يذوب وكتشوفوا ان يعني البيض تغير اللون ديالو وتحول اللون ديالو الابيض. الا ما كانش عندكم يعني الطراب الكهربائي ممكن ديروا مونينيكس او لا ممكن انكم تطربوه يعني بالطراب اليدوي، ولكن تحاولوا انكم تطربوه مزيان حتى تشوفوا يعني داك الخليط ديالكم بيض. في هذه المرحله هذه كيف كتشوفوا يعني ملي كيولي الخليط بهذا القوام كيولي بيض، هنا كنديروا الزيت. يعني بالنسبه للزيت يعني كاس الا ربع من الزيت النباتيه، وكنديروها شويه بشويه يعني بحال الطريقه ديال المايونيز، كنبقاو نديرو شويه بشويه وحنا كنطربوا. ما ديروش دفعه واحده، يعني كديروا غير شويه بشويه وانتم غاديين كتطربوه. من بعد هنا غادي نضيف واحد يعني واحد العلبه ديال الدانون اولا ديال الياغورت. المهم انا استعملت هذا ديال الفاني، ممكن ديروا اي نكهه بغيتو ما كاين حتى مشكل. وبالنسبه للكاس الاخر درت الكاس ديال الحليب. المهم هنا راه غير تقطعت لي الكاميرا، ما عرفتش صحاب لي واش كتصوري ما كتصورش، المهم راه زدت كاس ديال الحليب. وبالنسبه للنواشف هنا الدقيق غندير في الاول 2 كيسان ديال الدقيق. ودائما الدقيق ديالكم ضروري انكم تغربلوه، يعني هنا كيف غتشوفوا معايا في الفيديو راه غربلته عفوا 2 مرات، يعني باش كيجيكم يعني الخليط ديالكم هكا خفيف ومهوي، وايضا باش هكا ما يتكتلش لكم يعني داك الدقيق في وسط الخليط. هنا غادي نجيب واحد الحامضه غتكون طبيعه الحال مغسوله مزيان، وغادي نحكها في الحكاكه رقيقه كيف كتشوفوا، يعني ديك النكهه ديال الحامض في الكيك كتجي رائعه. الصراحه غير جربوها غادي تشوفوا كيفاش يعني غيجيكم المذاق كيجي رائع بزاف. المهم كنحك هكا واحد الكميه تقريبا، المهم حامضه كلها انا درتها صافي. ومن بعد غادي نجيب داك الدقيق اللي سبق لينا وغربلناه، غادي نعاود نغربلو ونضيفو كامل يعني شويه بشويه طبيعه الحال. المهم غندير 2 كيسان في الاول كاملين، وانا كنخلط هنا غير بالطراب اليدوي. كيف قلت لكم يعني بالنسبه الى خدمتو يعني بمونينيكس او الخلاط الكهربائي راه غادي تطربوا غير النواشف بوحدهم، من بعد غادي ديروهم في شي اناء بحال هكا عاد كتضيفوا الدقيق، يعني ماشي ديروا الدقيق في وسط الخلاط. متفقين؟ المهم كتبقاو تضيفوا هكا الدقيق شويه بشويه وانتم كتخلطوا في الخليط ديالكم حتى كتحسوا به انسجم مزيان بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا في الصور. صافي ومن بعد هنا غادي نضيف الكاس الثالث، بطبيعه الحال حتى هو غادي نغربلو 2 مرات هنا نتوما كتشوفوا معايا. صافي المهم بالنسبه للنواشف هنا راه استعملت يعني 3 كؤوس من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، يعني الكاس اللي عبرت به هو الكاس ديال العنبه، يعني الكاس اللي عبرتو به المكونات في الاول هو باش كتكمل المكونات كلها. صافي هانتوما شفتوا معايا يعني 3 الكيسان راه كفاوني، واخا تشوفوا ان الخليط يعني راه ثقيل لكم شويه لكن ماشي مشكل، غنضيف واحد المكون في الاخر غيجي هو هذاك. صافي هنا غادي نزيد ايضا
جوج خميرات الحلويات، يعني جوج اكياس من خميرة الحلويات. كل كيس يعني كيوزن 8 غرام. يعني ديك القضيه ديال نديرو 3 الاكياس ولا باش تزيد منفوخه، هذيك راه زعما بلا ما تبقاو ديروها، بالعكس راه غير كيطيح لكم، يعني تطيح الكيكه ديالكم كتخرجوها من الفران صافي كطيح، يعني كتهبط. المهم راه جوج اكياس كافيين. الطريقه هي اللي مهمه. اما خميره الحلويات خصها غير تكون يعني جديده، ما تكونش هكا شي وحده اللي قديمه، ولا يعني تكون باش تعطي المفعول ديالها. صافي هانتوما كتشوفوا كنحاول انني نخلطها هنا مزيان بهذه الطريقه هذه حتى كيدخل لي يعني داك خميره الحلويات هكا في الخليط. وهنا المكون الاخر اللي غادي نزيد هو ملعقه كبيره من الحامض. بالنسبه لهاد الحامض هذه كيخلي يعني الكيكه ديالكم كتجي هشيشه، وايضا يعني كيخلي خميره الحلويات تفاعل. متفقين؟ واذا ما كانش عندكم الحامض ممكن ديروا الخل. المهم من احسن ديروهم هكا في الاخر. يعني ملي كتخلطوا كديروا خميره الحلويات كديروا كلشي كديروهم كتخليو الخل ولا الحامض هو الاخر. صافي هنا كتشوفوا معايا كنحصل على هاد القوام كيف كتشوفوا، يعني كيجي ما ثقيلش بزاف وما خفيفش. متفقين؟ يعني كيجي بين وبين. ها نتوما كتشوفوا يعني ديروا غير المقادير كما هي، يعني ديروا مقادير مضبوطه. صافي هنا كنحتاج هاد المول هذا، يعني درت هاد المول الدائري. ومن طبيعه الحال كنكون دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق، ولا ديروا الزيت والدقيق المهم اللي عندكم. من بعد هنا غادي نفرغ الخليط ديالي. دائما بالنسبه للخليط ديال الكيك من احسن انكم ملي تكونوا كديروا في المول تكونوا يعني هازين يعني داك الاناء ديالكم الفوق هكا، يعني باش كيجيكم منفوخ وكيجي مهوي من الداخل. صافي من بعد ملي كنفرغ الخليط ديالي بهذا الشكل هذا غادي ندخلها للفرن اللي كيكون بارد. يعني ماشي بالضروره انكم تسخنوا الفران نهائيا، كندخلها الفران كيكون بارد، وكنخليها في النار اللي كتكون يعني ما بين المهيله والمتوسطه. يعني ما تخليوهاش مهيله بزاف وما ديروهاش مجهده. صافي المهم حتى كيبان لكم هكا الكيك ديالكم تحمر من الجنيبات. يعني ما تخليوش الكيكه نهائيا، يعني ما تحلوش عليها الفران نهائيا. يعني كتراقبوها هكا حتى كتبان لكم انها تحمرات من الجنيبات. صافي وكديروا العافيه هكا من الفوق حتى كتحمر من الفوق. صافي وكتخرجوها. وانا كيف شفتوا معايا يعني دخلت فيها واحد الكيردون باش نتاكد بانها يعني طابت من الوسط. يعني كيبان لكم داك يعني ناشف والموس ولا هكا شي حاجه كيبان لكم ناشف. صافي راه طابت من الوسط ما جاش معجنه. صافي كنخليها حتى كتبرد عاد باش كنفرغها هكا في، يعني كنحيدها من داك المول وكنقدمها. كنتمنى ان شاء الله يعني نكون عطيتكم جميع النصائح ونكون فدتكم بشي حاجه ان شاء الله، وتجربوا هذه الوصفه هذه وتنجح معكم ان شاء الله باذن الله. وما تنسونيش من دعواتكم اذا نجحت معكم تعطيوني الاراء ديالكم في التعليق، وايضا تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ضربوا لي على القناه ديالي الا عجبكم، ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. وغتشوفوا معايا نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوصفه. راه كتجي خفيفه وهشيشه وكتجي طالعه. وايضا المذاق ديالها كيجي لذيذ بهذيك الاضافه ديال يعني هذاك قشور الحامض باش نكهناها كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله وفيديو جديد. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.